فيلم شقو من ضمن أفلام عيد الفطر، ويضم أسماء بارزة في عالم الفن مثل عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، تايسون، وعباس أبو الحسن. من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، يأتي الفيلم ضمن نوعية الأفلام الأكشن والتشويق. تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الذين ينتهجون طريقة الحياة خارجة عن القانون، حيث يقومون بأعمال إجرامية متنوعة بمساعدة شخصيات متعددة. يتميز العمل بالتشويق والإثارة، حيث يتبع المشاهد في رحلة مليئة بالمخاطر والتحديات. ولنا في الحب خيال يعد واحدا من أفلام عيد الفطر الرومانسية النادرة في الساحة السينمائية، حيث كانت الاهتمامات تتركز في السنوات الأخيرة على أفلام الكوميديا والأكشن. تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث يجسد قصة حب بين أستاذ جامعي وطالبة تقتحم حياته، مما يدفع به إلى الانخراط في علاقتها مع حبيبها السابق، ثم يجد نفسه يقع في حبها بدوره. يشارك في بطولة هذا الفيلم الفنان أحمد السعدني وميان السيد وعمر رزيق وفريدة، ويأتي من تأليف وإخراج سارة رزيق. أرض جهنم. فيلم أرض جهنم يعتبر من أفلام عيد الفطر 2024 الكوميدية التي سيتم عرضها في عيد الفطر المبارك. فيلم أرض جهنم بطولة هيفاء وهبي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وعبير صبري وعدد كبير من نجوم الفن. تدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول شاب يعيش حياة متوسطة ويواجه تحديات مالية مختلفة، ومع ظهور شخص يستخدم التكنولوجيا الحديثة لتحقيق الربح، يتغير مجرى حياته تماما. تبدأ الأحداث في التطور وتأخذ منحنى كوميدي مميز. فيلم علماشي. من بين أفلام عيد الفطر فيلم علماشي الذي يقوده المثل الكوميدي علي ربيع. وقد نشر ربيع قبل فترة قصيرة بوسترا ترويجيا للفيلم، يظهر فيه وهو جالس على الأريكة ويمسك بريموت التلفزيون، وبجانبه سلحفاة. يضم فريق العمل فيلم علماشي عددا من نجوم الكوميديا مثل كريم عفيفي وآي سماحة وصلاح عبد الله وانتصار وعبد الله مشرف، بالإضافة إلى عدد آخر من الوجوه المعروفة. الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج يوسف الطاهر. فيلم أهل الكهف يعتبر واحدا من أفلام عيد الفطر 2024 المنتظرة بشغف، حيث تدور أحداثه حول 3 أشخاص يستيقظون بعد قرون طويلة من النوم ليجدوا أنفسهم في عصر مختلف تماما عن عصرهم الأصلي، ويبدأون رحلة مليئة بالصراعات والتحديات في مواجهة هذا العالم الجديد. الفيلم يضم مجموعة متميزة من النجوم مثل خالد النبوي ومحمود حميدة وغادة عادل وتايسون ومحمد فراج وبيومي فؤاد وصبري فواز، ويتميز بتأليفه الرائع من قبل أيمن بهجة قمر وإخراج عمرو عرفة. أعلن الفنان أحمد السقا عن تفاصيل فيلمه الجديد السرب المقرر عرضه من ضمن أفلام عيد الفطر، وأكد السقا في تصريحات تلفزيونية أن الفيلم قد بذل فيه مجهودا قويا ويضم مجموعة من نجوم مصر، معربا عن أمله في أن يحظى بإعجاب الجمهور عند عرضه في دور السينما. وأشار إلى أن هناك احتمالية كبيرة لعرض الفيلم في عيد الفطر، مؤكدا أن العمل مكلف جدا ويتطلب وقتا للإعداد قبل عرضه. تدور أحداث الفيلم بشأن واقعة حقيقية وقعت عام 2015 عندما شنت القوات المصرية غارات جوية على مواقع تنظيم داعش في ليبيا. فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يعد واحدا من أفلام عيد الفطر 2024 المنتظرة للعرض خلال عيد الفطر، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج أحمد الجندي. يتميز ببطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومية فؤاد. يتناول الفيلم قصة المهندس المعماري الذي يعيش حياة مليئة بالتعاسة مع زوجته، إلى أن يحدث حدث يغير مجرى حياتهما تماما، فتنقلب حياتهما إلى الأفضل. الفيلم من بطولة مي سليم وأحمد الفيشاوي ونسرين طافش وطاهر أبو ليلى وعارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين الآخرين. تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين الفنانة مي سليم والفنان أحمد الفيشاوي خلال أحداث العمل، كما يتناول الحياة في الطبقة المتوسطة. ويصنف الفيلم كجمهور عام، حيث يمكن لجميع الفئات العمرية مشاهدته. ويتميز الفيلم بمزيج من المشاعر المتنوعة بين البكاء والضحك والحب. اعمل يا جدع لايك، قولي قول لي الله ينور، ما اشتمني.
هو في إيه؟ يبقى كده بتقدرني، انما بتعمل تقرا وما تعملش حاجه تبحلق وتبرق.